بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن بدائل ايفون. ومؤخرا التجار والناس اللي بتبيع والمحلات والمستوردين في مصر بقوا بيأفوروا سعر الايفون. سعر الايفون اكس اس ماكس بعد ما صدقنا ان هو يرجع ينزل ل 5000 جنيه 6000 جنيه بقى ينط ل 14 15000 جنيه اللي هو نازل من 11 سنه. لك ان تتخيل حضرتك. ففي ناس ايفونات مؤخرا بدأت يبقى دمها تقيل على قلبها، وناس بدأ يحصل اوفر برايس زيادة عن اللزوم. يعني ما تجيش تقول لي انا دفعت الضريبة مرة وتقول لي ادفعها تاني. وفي ناس محلات بتعمل صيب للضريبة، وبتضطر ان انت يقول لك انا دافع لك الضريبة، بيديك ما يثبت ان هو دافع الضريبة وهو مش دافع الضريبة، فبيقف الضريبة لو دفعتها بايدك مرة واحدة في ابلكيشن تليفوني ما بتنزلكش مرة تانية خالص اطلاقا. فالمحل بيعمل تخطي كسوفت وير في رينج 1000 جنيه عند اي حد بيعملها، وتيجي يسيبها لك مثلا ايه لو السيرفر اتعرف بيتقفل. فمؤخرا ده مش منطق الفيديو، او ده مش البرومو بتاع الفيديو. النهارده بدائل الايفون من اول 20000 جنيه لحد 50000 جنيه. 50000 جنيه في مصر بتجيب لك ايفون 13 برو ماكس اللي نازل من 4-5 سنين وعليه ضريبه في رينج ال 40000 جنيه 128 جيجا. لك ان تتخيل المهزله. فالناس صعبانه عليا، الناس اللي بتروح تشتري صعبانه عليا، الا بقى الفئه العاليه. الفئه العاليه دي معاه ربنا، لو الايفون بمليون جنيه يروح يجيبوه. انا بتكلم على الفئه المتوسطه اللي انت وانا واخواتنا واخواتنا منها. ففي الفيديو ده بدائل الايفون من الاندرويد. افخم موبايل ممكن تمسكه من الاندرويد، مش فلاج شيب او فلاج شيب محمد مصطفى بيختاره، 50000 جنيه في الضريبه. جايب لك النهارده شويه موبايلات ضمان محلي ودولي، مش محلي بس، لا 20000 جنيه. ومش من اقل من 20000 جنيه. ما تفكرش ان انت لو معاك اي او اس تنزل لاندرويد هتتسوح يا اسطى، انا خايف عليك. ركز معايا، لايك فولو، صلي على النبي، هات الهوشه بتاعك. تعالى معايا بقى نزيح انا وانت مع بعض. طبعا هنبدا باول جهاز، ومعلش تعالى على نفسك كمستخدم كيوزرز ايفون يا نجم، وركز معايا. بدل ما تشتري الابلكيشنات كلها من الاي تيونز او اللي هو الابل ستور، اشتري لك برنامج واحد. عارف ان الواجهه بتاعت الاندرويد الايفون احسن دلوقتي. الايفون احسن، واجهه الايفون احسن من الاندرويد بنسبه 10%. ولو جوجل بيكسل واجهه اندرويد، فواجهه الجوجل بيكسل احسن من الايفون. ان المستخدم بيهرب بيروح لجوجل بيكسل، فجوجل بيكسل سعره بقى اوحش من سعر الايفون. فانا جايب لك دلوقتي اول جهاز تجيبه بضمان محلي من سامسونج. مفيش غير جهازين، ما تقوليش اوبو، سامسونج وهونر بيقدموا قيمه مقابل سعر بضمان محلي. ركز معايا ونقول بسم الله. سامسونج 56 ونبدا. خطين نانو سيم، خطين اي سيم. كانت طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس فيكتس بلس ممتازه. معاك اي بي ريت ممتاز. تصميم فخم، ظهر ازاز بفريم الومنيوم، تحس ان انت ماسك حاجه قيمه من سامسونج. اقرب موبايل بيجيب كاميرا الايفون وان بلس جوجل بيكسل سامسونج، ولا نص كلمه. 128 جيجا ب 20000 جنيه، رام 8، سرعه النقل 3.1 يو اف اس ممتازه. بالسعر ده على دماغي دماغ 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 دماغي. المعالج اكزينوس 1580 بيلعب لك في رينج محترم، هيوازي الايفون 11، ايفون اس اكس، ايفون ماكس بنفس السعر ده. هتاخده مستعمل؟ لا يا عم ده جديد ب 20000 جنيه، 128 جيجا رام 8، 7 سنين اندرويد زيه زي الايفون اللي وجع دماغنا بام سنين الاندرويد. يعني معاك 7 اندرويدات هتنزل عليه اندرويد 15 ويوصل ل 2022 2022. احنا دلوقتي لسه في اندرويد 16. فاطمئن من التحديثات بتاعت سامسونج. كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، مستشعر اروع ما يكون. كاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل. كاميرا ماكرو 5 ميجا بكسل ممتازه. قدامنا من سامسونج 12 ميجا بكسل، الاثنين بيصوروا 4K 60 فريم.
عظمه ولا نص كلمه. بطاريه 5000 ملي امبير، شحن سريع 45 واط. الجهاز الاولاني سامسونج 56، ما تفكرش في اي حاجه، ضمان محلي ضمان دولي. معاه هونر 400 ضمان محلي، مكملين ضمان محلي، ما تقوليش اوب خالص. معاك بوكو اكس 7 برو، وده يديك احلى اداء ب 20000 بالضريبه. والجهاز ده بريميوم، نازل بقاله سنه ونص، برشحه للناس، شغال مع الناس بقاله سنه ونص. لسه بتقول لك اصل البوكو بيضرب، اصل عايز حاجه سفاح الاداء، خليك في الجهاز ده. ومعاك كاميرا بتاعته المستشعر من سوني ممتاز. او بقى تروح على هونر 400. هونر 400 ده ممتاز جدا جدا جدا، بمعالج 7 جين 3. فارق معاك. وباختصار سامسونج في الكاميرات احسن. باختصار بقى سامسونج في الكاميرات احسن، بوكو في الاداء احسن. هونر هتغلب معاك بطاريه وسرعه شحن وشبكه كباكج متوسطه. هونر 400 هونر 200 نجم لا تحدثني. ككاميرا وسنين تحديثات واندرويد هاخد سنين تحديثات من سامسونج وموبايل شيخ وفخم سامسونج 56. انا الواحد لو نازل اشتري هلغي بقى البطاريه والكلام ده، انا عايز شبكه هاخد هونر وبطاريه. عاوز كاميرا ما فيش قدامي غير سامسونج بلوجر والكلام ده. بحب الايفون مجموعه تصوير سامسونج. انما تقول لي اروح اجيب ايفون اكس اس ماكس ب 20000 جنيه بالضريبه ليه؟ معمر القذافي حضرتك انا اللي بعد هتطلع فيها ب 25000 جنيه. هتلاقي فيفو في 60 وده احسنهم ككاميرا وبطاريه وسرعه شحن، ودي حاجه ممتازه. عايز بقى ضمان دولي تدفع له ضريبه مثلا في رينج 6 7 والجهاز ب 23000 جنيه، هديك بقى امكانيات. وما تجيش تقول لي 23000 جنيه اروح جايب ايفون 13 او ايفون 12 متبرش. انت كده بتركب المرجحه وبتركب الترماي. انا جايب لك صفقتين ولاد جزمه اوسخ من بعض، افشخ من بعض، احلى من بعض. 512 جيجا رام 12 و256 جيجا رام 12 هيظهر لك على الشاشه دلوقتي ب 25000 جنيه. ون بلس تعال انا وانت نشوف نولع الدنيا سوا ب 25000 جنيه. واحد ما يجيش بقى يقول لي ايه انا اروح اخد اوبو رينو 13 ارمي في الزباله. يا باشا ده 22000 جنيه 512 جيجا رام 12. هقول لك امكانياته وانت اللي ذات نفسك هتاخد رينو 13 اللي واجعين دماغنا ورينو 14 هترميهم في اقرب باسكت. بص يا معلم، طبعا حمايه كورنينج جوريلا 7 اي، معاك ظهر ازاز بفريم الومنيوم. طبعا حمايه كورنينج جوريلا 7 اي، معاك خطين نانو سيم، خطين اي سيم، معاك اي بريد 65 من وان بلس ار 13. ايه ده؟ ايه الجمدان ده؟ ايه الحلاوه دي؟ 4 سنين تحديثات اندرويد و5 امان. معاك شاشه ال تي بي او 4.1 امولود، وش الوحيد اللي بيجيب السوفت وير احسن اخواتها بقى. الوان بلس احسن اخواتها فيفو اوبو وريلمي، اخواتها المعاقين اللي بينزلوا لنا مصر برجلي مكسوره. ال تي بي او 4.1 شاشه امولود 1 بليون كلر 120 هرتز، اكسلات بتاعت بتحمي عينك 2200 هرتز. الفلاج شيب ل 4000 هرتز، يعني معاك نص العمى كله في الهرتز. دولبي فيجن اتش دي ار 10 بلس، اتش دي ار في اي دي ممتاز، بيوصل معاك من 1600 نتس ل 4500 نتس. الشاشه دي 1 بوينت على البكسلات بتاعتها 450 بكسل دي 1 5 كي ولا نص كلمه. الترا اتش دي ار ايمج سبورت ايمج، اهو 4 سنين تحديثات اندرويد زي ما قلت لك. المعالج بقى ايه يا حماده عشان ما تقوليش بس ايه جين 3. ايه جين 3 ب 22000 جنيه، ون بلس ار 13 512 جيجا رام 12 رام 12 512 جيجا، سرعه النقل 4.0 فلاج شيب. ايه جين 3 يلعب لك في رينج على الفي 11 نقط كتير، اقعد احسبها احطهم جنب بعض لحد ما توصل. كاميرا اساسيه فتحه العدسه 1 فتحه فاصلة 8 بتوصل ل 1.55. كاميرا ممتازه، مستشعر ممتاز جدا 1 ام كاميرا 50 ميجا بكسل. الكاميرا الثانيه تيليفوتو 50 ميجا بكسل ب 22000 جنيه. كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل. الكاميرا قدامانيه 16 ميجا بكسل وده اول عيب. اتش دي ار بانوراما 1080. من كاميرا
بتصور 4K 120 فريم الخلفيه، لكاميرا اماميه بتصور 1080 30 فريم. وده هو العيب الموبايل. صوت ستيريو من اروع السماعات اللي بتحطها ستيريو. اروع سوفت وير، انضف سوفت وير وان بلس. احلى سوفت وير، اروع سوفت وير، اعلى عمر افتراضي وان بلس. طبعا الحمايه بلوتوث 5.4 معاك كل المستشعرات في الموبايل ده موجوده بعكس اوبو العقيم. بطاريه 6000 ملي امبير، شحن سريع 80 واط. بكام؟ 22000 جنيه. ضريبته كام؟ 8 9 31000 جنيه. معاك موبايل 512 جيجا. ما تروحش تقول لي انا اروح اجيب ايفون 13. لا انت كده بتركب الزحليقه. اللي بعده. طب انا بقى مش عايز ون بلس ار 13، في ون بلس 12، ون بلس 13. معاك سامسونج جالاكسي اس 24 اف اي، ضمان محلي 25000 جنيه، 128 جيجا رام 8. كل دي اختيارات بديها لك. هتطلع بقى فوق ال 30000 جنيه محلي. محلي معاك. هناخد احلى اخواتها واعظم اخواتها الون بلس بقى ار 13 العادي. ون بلس 13 العادي مش الار، ودي نسخه احلى. هونر 400 وسامسونج اف 25 اف اي. هونر 400 ضمان محلي. وون بلس 13 دولي. ون بلس 13 هتلاقيه في رينج ال 32000 جنيه. ضريبته 9000 جنيه، 41000 جنيه. 512 جيجا رام 12. اي بي 68 69 كي. اي بي 66 معاهم جنب اخواتهم. شاشه ال تي بي ار 41.1 امولود 120 هرتز دولبي فيجن اتش دي ار 10 بلس. نفس امكانيات الشاشه الثانيه. برايتنس 4500 نتس 2200 هرتز. طبعا الحمايه ممتازه. السيراميك دي عظمه. الترا اتش دي ار 10 سبورت 4 سنين تحديثات. 8 اليت هتطلع لفوق يعني ال 8 اليت يجيب الايفون 13 اللي انت عايز تجيبه بضريبته. اللي هو هنا يقول لك ايه؟ انا مذهول لما انتوا عملتوا للايفون سعر يا جماعه. مستخدمين ايفون فوق شويه. مذهول. ايفون 13 برو ماكس بيتباع مستعمل ب 50000 جنيه. ليه؟ ليه؟ 8 اليت بكام؟ متبرشم بضريبته هيوصل 40000 جنيه. 512 جيجا رام 12 سرعه النقل 4.0. 3 كاميرات سفاحين يحطوا على الايفون، واللي جابوا الايفون مع سامسونج مع بعض. كاميرا 50 ميجا بكسل مع ال 8 اليت مع 4.0 مع الكاميرا تيليفوتو 50 ميجا بكسل مع كاميرا الترا وايد 50 ميجا بكسل بتصور 8K، وكاميرا قدامانيه 32 ميجا بكسل. ايه يا اسطى ده؟ ايه يا اسطى الجمدان ده؟ ايه يا اسطى الحلاوه دي؟ كاميرا قدامانيه بتصور 1080 120 فريم. كاميرا قدامانيه بتصور 4K 120 فريم. بطاريه 6000 ملي امبير. شحن سريع 100 واط. شحن عكسي 10 واط. شحن عكسي وايرلس. شحن عكسي بلوتوث. بيشحن شحن مزدوج. ومعاك شحن وايرلس 50 واط. يعني 40000 جنيه معاك شحن وايرلس ومعاك 8 اليت بكاميرات سفاح بكل حاجه سفاحه ببطاريه سفاحه. انساه. هاته وانساه. ده سامسونج اس 25 اف اي الهونر 400 ب 8 زن او 8 جين 4 اس او 8 اليت اس. لا محلي لا دوله. انا لو نازل اجيب اذكى اخواتها وان بلس واحلى اخواتها واروع اخواتها. احنا علينا الوان بلس. بس الواحد بيتضايق ان شركه كويسه من نفس الشركه نزلت، وشركه وحشه نازله تستهبل على الناس في مصر. هتطلع بقى لفئه من 40 ل 50000 جنيه في 3 تليفونات نازلين ضمان محلي. انا لو انا نازل اشتري محمد مصطفى اخري وان بلس 13 هدفع له الضريبه، والموبايل ده يقعد معايا بالميت قوي 10 سنين ان شاء الله لو محافظ عليه. هطلع بقى في 3 موبايلات نازلين ونختم الحلقه. اوبو فايند اكس 9 برو دول هينزلوا في رينج ال 40000 جنيه محلي. والفيفو واي 300 برو والمي 15 تي برو نازلين مع بعض. المي 15 تي كان نازل الايام دي. المي 15 تي كان نازل الايام دي هينزل لك وسط اخواته عشان يتدفى. انا خلصت. اتمنى ان انا اكون قدرت اقنعك ومتحمس للفيديو، وعايز اقفلك من الايفون وعايزك تشتري اندرويد. والاندرويد والايفون يعني الاندرويد ما بقاش شعير زي زمان. اندرويد دلوقتي ممتاز وبقى بيترقى لحد ما بقى احسن من الايفون. الايفون بقت بتعك واسعارها بقت غاليه. لايكك وفولو وصلوا على النبي ومع السلامه. الايفون اسعاره اغلى من الدهب بالنسبه لي. يا رب نفهم.